السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل أخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مجموعة مخللات قمر زي ما انتوا شايفين. يعني كده مش هنشتري مخلل خالص طول شهر رمضان، هنعمله ببلاش يعتبر. وهنعرف الملح بتاعه المظبوط، وهيبقى معاكي كده مقرمش لآخر قطعة. اول حاجه كده هوريكم مشترياتي اللي انا اشتريتها. كنت رايحه اجيب بقى حاجات للمخلل، فجبت شويه حاجات كده حبيت ان انا اشاركها معاكم. جبت طبعا القرنبيط عشان اخلله، والجزر، والمخلل القضاليا ده، الليمون ببلاش يا بنات ب5 جنيه في السوق. هنعرف الاسعار كلها دلوقتي مع بعض. وقولوا لي بقى الاسعار عندكم عامله ايه. اول حاجه يا حبايبي، الليمون القضاليا ده لو لقيتيه في السوق يعني ده بصراحه كنز، هاتيه بسرعه لانه ما بيقعدش كتير، ب5 جنيه كيلو. وبص قمر بجد تحفه. جبت كمان الطماطم الكيلو ونص ب10 جنيه، جامده وحمرا وجميله جدا. جبت كمان بنجرية كده المخلل ب8 جنيه، والمخلل الليفت دوت الكيلو ونص ب10. والكابوتشيه دي ب8 جنيه. والبطاطس الكيلو ب10 جنيه، البطاطس دي اللي فيها نقرة حمرا دي للتحمير. وجبت كمان الجزر الكيلو ونص ب10. وجبت ورق العنب بقى الربع كيلو ب35. كنت نفسي بصراحة في ورق في المحشي ورق العنب، فقلت اجيب ربع كيلو. وجبت كمان القرنبيطة دي الكيلو ب12 جنيه. فانت بقى بتنقي اللي انت عايزاها وبيوزنها لك، الكيلو ب12 جنيه. والخيار الكيلو ب 18، من 18 ل 20. والسفندي ب 18 برضو ل 20، جايباه الكيلو ب 20 جنيه. هنشيل بقى الحاجات دي كلها وهنشوف الطقم العسولة ده. يعني بجد قولوا لي رأيكم فيه، برضو كان نفسي فيه. الطقم ده حلو قوي، في بولة كده لها غطا. ده باركس. وكمان الغطا ده ممكن تستخدميه لتعملي مثلا بيض اومليت فيه. حاجة كده حلوة وحاجات صغيرة كده. في 2 بيضاوي كده وواحد مستطيل. طبعا الطقم ده يا بنات ابني حبيب قلبي اللي هو جايبهولي، ربنا يبارك لي فيه يا رب. دعواتكم بقى ليه، ربنا يا رب يسعد قلبه وينجحه كده في مشاويره كلها يا رب العالمين. اول حاجه يا حبايبي هناخد الليمون بتاعنا وهنغسله غسله كويسه جدا جدا، علشان الليمون ده بيبقى عليه طبقه سودا كده. فلازم نغسله بفرشه كده بتاعه الخضار، او بايديكي. لازم تغسل كويس جدا جدا. انا غسلته وكمان نقعته في شويه ميه بخل علشان يبقى نضيف معايا كده، ولو في اي حاجه ينضف معايا. هبدأ بقى اجيب سكينة تكون حامية، وهبدأ ان انا اعمل فيه فتحتين كده بالشكل ده، واحدة عكس واحدة، يعني حرف اكس بالشكل ده. بس ما تنزليش لاخر الليمونة، يعني يا دوبك كده نصها بس. شايفين؟ ما تنزليش للاخر. وبعدين هنبدأ ان احنا نرصه بالشكل ده. هنخلص الكمية كلها، دول 3 كيلو يا بنات. تمام. هنا بعد ما فتحنا الليمون بتاعنا، اهم حاجة ما تفتحوش للاخر. مية مغلية على النار من غير ما احط فيها اي حاجة. هنزل بالليمون بتاعي بالشكل ده. طبعا الحلة صغيرة شوية على الليمون عشان المية زادت كده اول ما نحط الليمون، فشيلتش كوبايتين من المية علشان احط بقية الليمون بتاعي، كان باقي ليمونتين او 3. حطيتهم بقى وهنقلب من تحت لفوق كده علشان كله يتسلق معانا. اهم حاجة يا بنات، بصوا انا مفصلتش معاكم، انا مجرية بس. ما تغيبيش خالص على الليمون، يعني يا دوبك كده تحس ان هو فتح شويه صغيرين بالشكل ده. شايفين الليمونه فتحت سنه بسيطه، علشان ما يتهريش منك، والقلب بتاعه كده والميه بتاعته تنزل في الميه، وكمان يفقد من قيمته الغذائيه. فاول ما الليمون يفتح سنه بسيطه كده ويقعد في الميه يا دوبك غلوتين، مش بتغيبيش عليه خالص خالص، هنبدا نشيله من الميه. شايفين القلب بتاعه زي ما هو، ما نزلش العصارة بتاعته او المية بتاعته، والقلب بتاعه زي ما هو. لو انت غبت عليه في المية، كل اللي فيه ده هيفضل في المية، وهتلاقيه الليمونة فاضيت معاكي ومبقتش طبعا كويسة، وكمان هتفقد القيمة الغذائية كلها بتاعتها. يا دوبك غلوة ونص او غلوتين، ما تغيبيش خالص. هو اهم حاجة تلاقي الفتحة بسيطة، بدأ يفتح سنة بسيطة كده بالفتحات اللي احنا عاملينها. حطيته في طبقين علشان يبرد، وعلشان كمان السخونية بتاعته ما تزودش من التسوية بتاعت الليمون. تمام. هحضر الملح بتاعنا 3 معالق من الملح. حطيت برضو معلقتين او 3 من حبة البركة. وحطي بقى عصفر كمية حلوة علشان دول 3 كيلو. اهم حاجة ما تكتريش في حبة البركة، عشان حبة البركة بتسود الليمون معاكي، بتخليه لونه مسود كده، او بتغمق الليمون. انا حطيت حوالي كده 3 معالق للكمية دي كلها، و3 معالق كبار من الملح، علشان طبعا هنحط ملح في المحلول بتاعه. وحطيت حبة حلوين كده من العصفر زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نفتح كده بالشكل ده ونحشي الليمون بتاعنا.
اهم حاجه يعني ما تحشوش كتير قوي، يعني يا دوبك كده يعني ما ت- مش يتحشي، يعني تكبسيه قوي قوي. خلصنا بقى الكميه كلها حشيتها بالشكل ده. هبدا بقى اجيب البرطمان بتاعي. البرطمان طبعا متعقم كويس جدا جدا. البرطمان لو هو كبير مش هتعرفي تحطيه طبعا في الفرن. انا نزلت الشبكه بتاعة الفرن تحت خالص وحطيته وهو نايم، وولعت الشواية 10 دقايق وسبته في الفرن لحد ما برد تماما، ما طلعوش وهو سخن. يعني تطفي بقى الفرن بتاعك وتسيبيه لحد ما يبرد خالص وطلعته. ولما تطلعي حاجة سخنة تحطيها على بلانشة أو فوطة، ما تطلعيش سخنة على ساعة علشان ما يفرقعش منك. تمام. لو برطمانات صغيرة أنا بحطها في مية في حلة على النار زي ما انت حابة. أهم حاجة التعقيم من إيه بطريقتين دولت، لا إما حلة فيها مية على نار يغلي 10 دقايق أو 8 دقايق، لا إما في الفرن وتسيبيه يبرد تماما. وبعد كده رصيتي الليمون زي ما انتم شايفين الفتحات بتاعته بتبقى ناحية فوق، ورصيتي البرطمانين بتوعه بالشكل ده. جبت بقى لترين من المية، هحط عليهم 7 معالق كبار هرمين من الملح. كل لتر من المية بياخد 4 معالق، بس انا حطيت على اللترين مية 7 معالق علشان انا حاطة ملح في الليمون ذات نفسه. حطيت 3 معالق كبار من الملح في الليمون وانا بحشيه. تمام. هنحط بقى هريسة الشطة. هريسة الشطة دي يا بنات لو دي اللي كنا مفرزينها مع بعض. لو مش عندك او مش مفرزة معايا هتجيبي الشطة الحمراء او الفلفل الاحمر، هتضربيه في الكبة بدون اي اضافات، او ممكن تحطي عليه معلقة واحدة من الملح. وكمان كنت حاطة عليه يا بنات كام فص من الثوم. خلاص هكمل بقى البرطمانات بتاعتي بنفس الطريقة. المهم المية هنقلل منها شوية بسيطة من الملح عشان هعمل حساب الملح اللي انا حاشية بيه الليمون، ال3 معالق اللي انا قلتلكوا عليها. هنكمل بقى بقية الليمون البرطمان التاني، وكده هيبقى مخلل الليمون القضاليا جاهز معايا. هنعمل بيه كمان يا بيانات وصفات جميلة جدا جدا ان شاء الله. هروح السوق تاني اجيب شوية وهنعمل بيه حاجات جميلة جدا. جبت ليمونة بقى كانت باقية عندي وعصرتها على الوش. ده برضو ليمونة قضاليا كبيرة كده، بصوا كانت مليانة مية. عصرتها على وش البرطمانين وحطيت كده على كل برطمان حوالي ربع كوباية او اقل من ربع كوباية من الزيت. وهنحط الكيس بقى نقفل البرطمان كويس جدا بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. وطعمه هناكل منه يا بنات كمان 5 ايام ان شاء الله. هنفتح عليه وهنشوف الليمون قد ايه كان تحفة معانا. تاني حاجة معانا الخيار. الخيار دوت مش خيار بلدي، انا دورت على خيار البلدي ما لقيتهوش يا بنات، بس هوريكم ان انا لقيته في الاخر خالص اخر الفيديو. نزلت علشان اعمل كمان وصفة وجبت كملت عليه، فلقيته مؤخرا يعني. المهم الخيار يا بنات انا غسلته كويس جدا جدا. البرطمان طبعا متعقم وزي الفل. هرص البرطمان بتاعي بالشكل ده. هحط واحدة خيارية جنب التانية كده وارصه بالشكل ده. وبعد كده حطيت 5 6 فصوص من الثوم. وبعدين هنعمل محلول الملح بتاعنا. لتر من المية حطيت عليه 4 معالق من الملح. طب يا بنات لو انت مش عارفة المقدار بقى وعايزة تتأكدي، بصي هاتي بيضة وحطيها في المحلول الملح بتاعك. لو لقيتيها عامت على الوش بالشكل ده وبقت في البيضة كده من فوق حتة باينة منها كده صغيرة، دايرة صغيرة كده، يبقى الملح بتاعك مظبوط. تمام. اهو بصوا انا حطيت البيضه نزلت تحت اهيت من غير ما احط الملح خالص. لما تحطي بقى ال4 معالق من الملح على لتر من الميه وحطيت البيضه هتلاقيها عامت على الوش وبقت فيها حته باينه فوق كده مدوره، تبقى نسبه الملح بتاعتك مظبوطه جدا جدا. تمام. يعني لو مش عايزه تعايري بالمعلقه حطي الملح بقى ودوبي واستعملي البيضه دي. لو لقيتيها بانت كده حبه صغيره، شايفين الحته الصغيره خالص خالص كده على وش البيضه، حته دايره صغيره، انا واقف البيضه عشان تشوفوها. بصوا دايره صغنونه خالص كده بانت، يبقى الملح بتاعك مظبوط جدا. لو ما لقيتهاش لسه غطسانه تحت في الميه، تبقى الميه عايزه ملح. تمام. فبتزودي شويه بشويه بصوت وتحطي البيضه لحد ما تظبطي الملح بتاعك. بس كده الليمون خلاص معايا. هحط عليه كمان في الاخر زي ما قلت لكم 5 6 فصوص من الثوم. وهنزوده من الميه. الميه لازم تكون مغطياه بالشكل ده. هنقفله بقى بكيس ثلاجة من بتاع التخزين، وهنقفل البرطمان كويس لازم يبقى محكم جدا جدا. وكده تبقى تاني وصفة معانا. تالت حاجة يا بنات معايا القرنبيطتين اللي انا كنت جايباهم وريتها لكم في اول الفيديو. غسلتهم كويس جدا جدا. كنت نقعهم كمان في شوية مية بخل، او لو مفيش خل ممكن نص معلقة من بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات بتاع الطعمية.
وبقى عشان بس لو في حاجة وينضف معايا كويس جدا. اخدته بقى صفيته من المية وشطفته كويس جدا. وكمان ريحة القرنبيط بتنزل في المية، يعني هو بيقلل كمان من الريحة بتاعته لما بتنقعيه شوية كده. نقعته حوالي ساعتين في المية بمعلقة من الخل. بعد كده هبدأ ان انا افككه او افصصه، الزهرات بتاعته كده يعني تكون صغيرة. وبعدين برضو البرطمانات بتاعتي كلها يا بنات انا معقماها، كل البرطمانات اللي احنا هنستخدم فيها النهارده بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها. هبدا ارص بقى القرنبيط بتاعي واضغط عليه بالشكل ده. انا مليت برطمان والباقي ده برضو هنعمل بيه وصفه هوريها لكم برضو في الاخر خالص. هنا يا بنات بقى معايا البنجرايه دي غسلتها كويس جدا جدا. وبعدين قشرتها، اخدت نصها وهبدا ان انا ابشرها بالمبشره بالعين الواسعه بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا بنات ممكن كنا قلبنا البنجر على القرنبيط قبل ما نعبيه في البرطمان، او نحط طبقه من القرنبيط ورشه كده او شويه من البنجر في النص كده، علشان واحنا بننزل بمحلول الميه ما يبقاش واقف معانا كده ونبقى عايزين ننزله بالمعلقه. محلول النعي بتاعنا اللي في كل فيديو لتر من الميه عليه 4 معالق من الملح. تمام. حطيت عليه كمان معلقتين من هريسه الشطه. وهنقلب كويس جدا وهنزود القرنبيط بتاعنا، وحطيت كمان عليه معلقتين ونص كده من البنجر. لو انت مش حباه يكون لونه احمر قوي او يكون اللون ده، قللي شويه من البنجر. هنا بقى بتحاولي كده، لان طبعا القرنبيط مكبوس جامد او ضاغطين عليه قوي، فهتلاقي كده الميه بتنزل كمان بالعافيه كده. هتحاولي ان انت بالمعلقه تنزلي البنجر وهريسه الشطه كده بمعلقه، وتنزلي بالميه بالراحه كده لحد ما البرطمان يتملى معاكي. طبعا اللتر الميه حطيته ما قضاش، جبت كمان حوالي لتر ونص وكملت البرطمان بتاعي. هنا حطيت كمان نص لتر اهوت 500 ملي، حطيت عليهم معلقتين من الملح وقلبتهم كويس، وهكمل بقيه البرطمان. هنبقوا متفقين ان اللتر الميه بياخد 4 معالق كبار هرميين من الملح من المعلقه بتاعه الاكل. تمام. لو انت مش عايزه تعملي بالمعلقه خالص، اعملي بالبيضه زي ما قلت لك، حطي ملح بالتدريج وحطي البيضه. ولو لقيتيها عامت على الوش وبان حته صغيره كده، هتبقى الملح بتاعك مظبوط تماما. هنا تالت حاجة ولا رابع حاجة مش فاكرة، غسلت الليفت بتاعي كويس جدا، وكنت نقعاه برضو في مية فيها برضو معلقة من الخل مدة كده ساعتين 3، علشان لو في طينة بين العروق ديت او في الحتة اللي عند العروق بتاعة الليفت تنزل. وفي كمان في شراشيب كده اللي انا شلتها قدامكم دلوقتي بالسكينة بيبقى فيها طينة جامدة قوي. بعد ما غسلته حلو قوي قوي تحت المية، حطيته في مية فيها معلقة من الخل وسبته ساعتين 3. وبعد كده هبدأ ان انا اخد واحدة واحدة اقطعها. شلت العروق بتاعتها كده من تحت، وشلت الشراشيب اللي بتبقى فوق ديت بالسكينة. بشيلها كده من تحت لفوق بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هقطع اللفتاية بقطعة البطاطس. لو مفيش سكينة عادية خالص زي ما انت حابة بتقطعيه الحجم اللي انت عايزاه. انا قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحطه بقى عليه شوية من الملح 3 4 معالق من الملح، وهغلف اللفت بتاعي بالشكل ده بايديكي بقى، او تنطقيه كده. المهم الملح يتغلف في اللفت كويس جدا. وغطيته بكيس تلاجة وطبق، وهسيبه بقى على جنب كده ينزل المية بتاعته. سبته حوالي كده حوالي 3 4 5 ساعات، يعني سيبيه يعني حتى من بالليل للصبح ما يهمكيش حاجة. بعد كده يا بنات انا غسلت الجزر بتاعي كويس جدا جدا. وبعد كده برضو كنت نعرف ميه على فكره وصفياه وغسلاه كويس جدا. وبعد كده هبدا ان انا اشيل الجزء من ناحيتين، وهبدا ان انا اقشره بقشاره كده البطاطس، او بالسكينه بناخد طبقه بسيطه خالص قشره رقيقه جدا جدا. لو انت مش حابه تقشري عادي خالص، بس يكون مغسول كويس. هبدا ان انا بقى بس انا بقشره بصراحه زياده التاكيد طبقه خفيفه قوي يعني لا تذكر. هبدأ ان انا برضو اقسمه على 2، وكل جزء كده اقسمه على 2 او 3. لو لقيت الجزرية كبيرة او سميكة كده، هتبدأ ان انت تعمليها على 3 او 4 علشان يبقى كله حجم واحد. لو لقيتها رفيعة فبتقسميها على 2، وكل جزء بتقسميه على 2. يعني بتقسميها بالطول على 2، وكل نص بتقسميه على 2 لو هي رفيعة. فانت بتتحكمي بقى، بتشوفي لو الجزرية كده مليانة وسميكة كده وتخينة، هتبدأي ان انت تقطعيها على جزئين، وكل جزء عليه 3 مرات او 2 زي ما انت حابة. هحط عليه 3 معالق من الملح ومعلقه كده على الوش، وكمان انطق الجزر بتاعي واقلبه واغطيه بكيس برضو واغطيه بطبق، واسيبهم برضو بنفس الطريقه زي اللفت بالظبط. هنا بعد ما سبتهم حوالي 5 6 ساعات، بصراحه سبته كمان لحد ما نزل الميه بتاعته بالشكل ده، ما تقلقيش خالص.
المية دي هتحفظه وهتنزل السوائل بتاعته. نزلنا السوائل بتاعة الجزر علشان السكر اللي فيه كده مبقاش معسل معاكي في المخلل، ونزلنا المية اللي في اللفت علشان كمان اللفت كده يعني يقل معاكي ويملى البرطمان، وكمان ينزل اي ريحة فيه ويبقى معاكي حلو. تمام. انا في اللفت بعمله بالطريقه دي، وفي الجزر علشان كمان السكر ينزل منه ويبقى معاكي كده مش معسل ومسكر في المخلل. هنا بقى القرنبيط اللي كنا عينينه شايلينه مع بعض يا بنات، وقلت لكم هنعمل بيه حاجه في الاخر. هبدا ان انا اشيل الثمرات، افتح الثمرات بتاعته صغيره بالشكل ده. والحته اللي عند العروض يا بنات بناكلها عادي خالص، او ممكن تقشريها وتاكليها، جميله جدا جدا ومفيده. حطيت عليه بقى، غطيته بميه مغليه. لازم القرنبيط يتغطى بميه مغليه وتسيبيه 10 دقايق بالشكل ده كده، لحد بقى ما يقعد 10 دقايق نرجع له تاني. هنا غسلت برضو الخيار البلدي اللي انا قلت لكم عليه، نزلت علشان اجيب خيار. كميه الخيار اللي أنا كنت جايباها من السوق بصراحه عملت بيها خللته. وبعدين كنت محتاجه بقى خيار علشان اعمل مخلل المشكل معاكم، اللي هو الترشي القمر اللي بصوا كلنا بنموت فيه على سفره رمضان. فنزلت يعني لقيت حد بيبيع جنبنا كده ورانا. لقيته بيبيع خيار، لقيت معاه الخيار البلدي ده، جبت بصراحه كمان تحفه يعني، كان ارخص كمان من الخيار التاني. جبت الكيلو وربع ب10 جنيه. غسلته كويس جدا، وبعدين قطعته دوائر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التقطيعه بقى اللي انتوا عايزينها يعني، بصوا التقطيعه دي في ايديكم. قطعته بالشكل ده، وبعدين حطيته في طبق كبير، وحطيت عليه الجزر وحطيت عليه اللفت وقلبتهم بالشكل ده. هنا معايا كمان ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا بنات ايه، الفلفل ده حطيت عليه 2 3 كده قرن من السبايسي، والتاني بارد. قطعته بالشكل ده، وحطيت عليه كمان قرنين من الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر ده بارد عادي خالص، وقطعتهم بالشكل ده بيديله لون كده، ويبقى شكل كده البرطمان معاكي حلو. لو انت معاكي كمان اكتر من قرنين احمر، حطي كمان قرنين 3 من الحمر كده، بيخلي شكل البرطمان حلو وطعمه بيبقى جميل جدا. دي كمان حزمه من الكرفس يا بنات، هاخد الورق بتاعها بس، هقطع الورق بالمقص بالشكل ده. الكرفس بيخلي بجد المخلل المشكل يعني بينقل طعمه كده لحتة تانية وتالتة ورابعة. بيخلي طعمه تحفة. قطعت بالمقص الورق بس، وبعد كده بعد ما القرنبيط قعد 10 دقايق معايا في المية السخنة، هبدأ ان انا اشيله بالمصفى بالشكل ده واحطه على المخلل. وهنا طبعا الطبق كان مليان قوي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنقصه بقى في طبق تاني، وهبدأ ان انا اقلبه كويس جدا عشان البرطمان يبقى معايا كده كله كده يعني متشكل كده، مبقاش يعني القرنبيط في جنب لازم تقلبيه حلو يعني، فاهماني؟ قلبي بقى حلو كده كويس، علشان كله يبقى تشكيلة حلوة كده، يبقى الالوان كلها كده متناسقة مع بعضها، وكله يبقى متقلب مع بعضه. هنزل بقى اللي في الطبق، وانزل كمان ورق الكرفس اللي احنا كنا مقطعينه. وبعدين البرطمان برضو متعقم زي ما قلت لكم يا بنات، هبدا ان انا ارص بقى يعني تلت البرطمان، واحط 3 4 فصوص من الثوم، وبعدين احط تلته التاني، واحط برضو 3 4 فصوص من الثوم. وفي الاخر خالص هحط على الوش 3 فصوص او 4 من الثوم برضو. اهم حاجه بتضغطوا على البرطمان على الخضار بتاعنا كويس بالشكل ده. خلصنا بقى البرطمان وعبيناه بالشكل دوت. هنجيب الميه بتاعتنا برضو، كل لتر من الميه متفقين عليه 4 معالق كبار هرميين من الملح. تمام. ما تحطيش خل خالص خالص يا بنات على المخلل، اي نوع من المخلل انتم ملاحظين انا ما حطيتش عليه خل خالص. الخل بيعمل ايه؟ الخل بيزود يعني بيغير اللون بتاعه شويه، وبيخليه يستوي بسرعه، ممكن يتهري منك. هو يعني مش مستاهل ان انت تحط عليه خل خالص. حطيت على الميه بتاعتي، كل لتر من الميه عليها 4 معالق كبار هرميين من الملح، وحطيت معلقه كبيره هرميه من الشطه اللي هو الفلفل الاحمر اللي هو المطحون، وحطيت عليه معلقتين من او معلقه ونص من البنجر. ما تكتريش من البنجر عشان احنا مش عايزين اللون بتاعه يتغير خالص، احنا عايزين كده نجيب المخلل الطرش ده كأنه جاي كده من يعني ايه، من عند مين. بصوا انضف واحلى واجمل بكتير من اللي احنا بنشتريه جاهز. وحطيت عليه البنجر بتاعي وقلبته كويس جدا، ومليت البرطمان بتاعنا يعني ملح وشطة حمراء ومعلقة ونص من البنجر. تمام. لازم بقى ونهز البرطمان كويس جدا. هنلاقي المية قلت معانا، هنضغط على المخلل بتاعنا، وبعدين نكمل عليه شوية صغيرين من المية. اهم حاجة المية تكون مغطية المخلل بتاعنا.
دي تشكيلة المخللات كلها اللي احنا عملناها مع بعض. المخلل الترشي الجميل، ولا بص هيتني اي نوع من المخللات دي هتتنيها مقرمشه معاكي، اوعدك لاخر قطعه. اهم حاجه يا بنات ان احنا ندور المخلل. يعني ايه ندور المخلل؟ يعني انا عامله المخلل بتاعي النهارده، اسيب بكره وتالت يوم احط ايديا في البرطمانات كده واضغط على المخلل بايديا. كده بعمل ايه؟ بدور المخلل علشان انزل اللي فوق كده تحت لو في حاجه مش طايله الميه، وكمان المخلل يستوي معايا، وكمان ما يعملش طبقه بيضه كده او ريم على الوش. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين، تنوروني وتشرفوني، يبقى ليا الشرف وجودكم الجميل في حياتي. واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.